سائق محترف بيشتغل مع أكبر العصابات، بس بيقع في مشكلة مع عصابة كبيرة وبيفتكروا إن سهل عليهم يخلصوا عليه. ده ملخص فيلم ترانسبورتر 2002. لكن قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، ويلا بينا نبدأ. بيبدأ فيلمنا بشخص اسمه فرانك، وفرانك ده كان جندي سابق في القوات الخاصة، وحاليا بيكون شغال سواق بيوصل حاجات مشبوهة. وبالرغم من كده بيكون أهم حاجة عنده الالتزام والدقة. وفرانك بيكون عنده 3 قواعد مهمين. أول قاعدة فيهم إنه مستحيل يغير أي صفقة ومستحيل يعمل أي تعديلات فيها. وتاني قاعدة إنه محدش يعرف اسمه ولا هو يعرف اسم حد. وتالت قاعدة والأخيرة إنه مستحيل يفتح أي طرد بيوصله وملوش دعوة باللي جوه الطرد ده. وفرانك بيكون ملتزم جدا بالقواعد دي ومستحيل يكسرهم أبدا. بعدها بنشوف فرانك وهو بيجهز نفسه وبياخد عربيته وبيمشي عشان بيكون عنده مهمة توصيل دلوقتي. وبيروح يقف قدام بنك واللي بيكون جواه حرامية بتسرقه، وبيكون فرانك مستنيهم عشان ياخدهم ويهربوا. وبعد شوية بيخرج 4 حرامية من البنك وبيركبوا بسرعة عربية فرانك. وأول ما الحرامية بتركب العربية بيدوس فرانك على زرار وبيغير نمرة العربية، وبيطلب قائد الحرامية من فرانك إنه يمشي بسرعة قبل ما الشرطة توصل. بس فرانك ساعتها بيرفض إنه يتحرك لأنه بيكون متفق معاهم إنه يوصل 3 حرامية بس، وبيقول لهم إن دي القواعد بتاعته ومستحيل يغيرها ولا يعدلها. والحرامية بيهددوا فرانك إنهم هيقتلوه لو ما اتحركش، لكن فرانك بيقول لهم إن العربية مش بتشتغل إلا بكلمة سر معينة، وإنهم مش هيقدروا يسوقوها لوحدهم. فبيعرض عليه القائد بتاعهم فلوس كتير جدا مقابل إنه يمشي بالعربية، بس فرانك بيكون مصمم إنه ما يغيرش القواعد بتاعته برضه. وبيضطر القائد بتاعهم إنه يقتل واحد من رجالته وبيرميه بره العربية عشان يتحرك فرانك ويهربوا قبل ما يتمسكوا. وساعتها بيدخل فرانك كلمة السر وبيمشوا بالعربية. في اللحظة دي بتكون وصلت عربيات الشرطة وبيفضلوا يطاردوهم، وفرانك بيكون سواق ماهر جدا، بس بالرغم من كده بتقدر عربيات الشرطة تحاصره فوق الكوبري. والحرامية بيكونوا مفكرين ان كده خلاص اتقبض عليهم، بس فرانك ساعتها بيقدر ينط بالعربية من فوق الكوبري وبيقدر يهرب من الشرطة، وبيوصل الحرامية للمكان اللي متفقين عليه. والقائد بيدي فرانك فلوسه وبيكون في مبلغ زيادة، وبيقول لفرانك انهم عايزينه يوصلهم مكان معين. بس فرانك بيرجع للقائد المبلغ الزيادة ده وبيقول له انا مش بغير القواعد بتاعتي ولا بعمل فيها اي تعديلات. وبينزل ال3 حرامية وبيركبوا تاكسي عشان يوصلهم المكان اللي هم عايزين يروحوه. وفرانك ساعتها بيرجع نمر العربية الأصلية تاني وبيمشي. وبيرجع فرانك البيت وبينظف العربية من أي حاجة فيها. وتاني يوم بيشوف فرانك في التلفزيون إن ال3 حرامية اللي وصلهم امبارح اتقبض عليهم، وده بسبب إن سواق التاكسي اللي ركبوا معاه امبارح عمل حادثة بيهم والشرطة جت قبضت عليهم. وفرانك وهو قاعد يتفرج على الأخبار بيلاحظ إن في حد بيخبط على الباب، ولما بيشوف مين اللي بيخبط بيلاقيه جاره تاركوني. وبيكون جاره ده ضابط شرطة وبيبقى شاكك في فرانك بسبب هدوءه ونظافة عربيته على طول. وبيقول تاركوني لفرانك إن كان في عربية نفس لونه وموديل عربيته بالظبط بتهرب امبارح 3 حرامية، وإنهم قدروا يشوفوا نمر العربية اللي كانت بتهربهم، وإنه جاي يشوف عربية فرانك ويبص على النمر بتاعتها. فبياخدوا فرانك بكل ثقة للعربية عشان يبص على النمر. وبيشوف تاركوني إن نمر عربية فرانك مختلفة عن العربية اللي بيدوروا عليها، وبيعتذر له تاركوني على إنه أزعجه، وبيقول له إنه هيبقى يجي يشرب معاه كوباية قهوة في وقت تاني. وفرانك بيقول له أنت تيجي في أي وقت، وبيودعه بعدها وبيمشي. وبعد كده بيتصل واحد بفرانك وبيطلب منه عملية توصيل جديدة، وبيروح فرانك يقابل الشخص ده وبيعرف منه إنه عايز يوصل طرد مجهول لعنوان معين. فبيوافق فرانك وبيقول للشخص ده ال3 قواعد بتوعه وبيتفقوا على كل التفاصيل. وتاني يوم بيروح فرانك ياخد الشنطة اللي هيوصلها للعنوان اللي متفقين عليه، وبيحط رجالة الشخص اللي اتفق معاه الطرد في عربية فرانك وبيمشوا. وبيروح فرانك للعنوان اللي هيستلم فيه الطرد، بس هو في الطريق الكاوتش بتاع العربية بينام، فبيقف على جنب عشان يغير الكاوتش، وبيفتح شنطة العربية عشان يطلع الاستبن. فبيلاحظ فرانك إن الطرد اللي موجود في العربية بيتحرك، وبيعرف ساعتها إن الطرد ده فيه بني آدم. وبالرغم من كده مش بيهتم فرانك، لأن من ضمن قواعده إنه ما يفتحش الطرد نهائي. وبيغير فرانك كاوتش العربية وبيمشي ومش بيهتم بالطرد خالص. وبعد كده بيقف فرانك عشان يرتاح وياكل حاجة، وبيكون صعبان عليه الشخص اللي في الطرد، فبيشتري له حاجة يشربها وبيفتح الشنطة. وبعد تردد كبير بيقرر يكسر قواعده ويفتح الطرد.
وبيلاقي في الطرد بنت جميلة اسمها لي، ومش بيرضى فرانك انه يفكها بس بيشربها المشروب اللي اشتراه لها، وبعد كده بياخد المشروب منها وبيدخلها جوه الطرد تاني وبيقفل شنطة العربية وبيمشي. وهو في الطريق بيسمع البنت عمالة تخبط جامد، فبيركن العربية وبينزل يفتح الطرد تاني وبيطلب منها ما تصرخش عشان ما يقتلهاش، وبيشيل اللزقة من على بقها عشان يعرف هي عايزة تقول ايه، وبتقوله انها عايزة تدخل الحمام ضروري. فبيطلع فرانك حبل وبيربطه حوالين رقبتها وبيخليها تدخل غابة عشان تعمل حمام، وبعد دقايق بيفضل ينادي عليها بس مش بترد، فبيروح عشان يشوفها هي فين، ولما بيروح بيلاقيها ربطت الحبل في الشجرة ومش موجودة، وبيفضل فرانك يدور عليها، وبعد تدوير كتير بيقدر يلاقيها وبياخدها فرانك وبيرجع بيها للعربية وهو متعصب جدا. بس فجأة بيلاقي قدامه 2 من ضباط الشرطة واقفين بيستكشفوا العربية، وأول ما الضابط بياخد باله إن فرانك شايل لي وهي مربوطة بيعرفوا إنها مخطوفة وبيهجموا عليه، بس فرانك بيقدر يضربهم هما الاتنين وبيفقدوا وعيهم. بعد كده بيروح فرانك للعنوان اللي هيتسلم فيه الطرد، وبيقابل الراجل اللي هياخد منه الطرد وبيسلمهوله، وبيسأل الراجل فرانك إذا كان هو فتح الطرد وشاف إيه اللي جواه، فبيرد عليه فرانك وبيقوله إنه مش بيفتح أي طرد وبيفهمه القواعد بتاعته. بس الراجل بيشك في كلام فرانك وبيطلب منه إنه يوصل طرد تاني، وبيوافق فرانك وبيتفقوا على كل التفاصيل، وبياخد فرانك الطرد والفلوس منه وبيمشي. بيروح فرانك يقعد في مطعم عشان ياكل ويرتاح قبل ما يوصل الطرد التاني، وقبل ما يرجع عربيته بتنفجر العربية بتاعته، وبيفهم فرانك إن ده ما كانش طرد وإن الراجل ده حطله قنبلة عشان يموته. وبيرجع فرانك بيت الراجل ده عشان يخلص على كل رجالته، وبيفضل يدور عليه بس مش بيقدر يلاقيه. في الوقت ده بتستغل لي إن العصابة مشغولة وبتحاول تهرب من المكان، ولما بيخلص فرانك على كل الرجالة بياخد عربية من الجراج بتاعه وبيمشي، وبعد ما بيمشي بالعربية بيتفاجئ إن لي كانت مستخبية في العربية دي أصلا، لكن بعد ما بيمشي بالعربية بتصعب عليه لي وبيرجع لها تاني، وبياخدها فرانك للبيت عنده وبيفكها وبيحضر لها غدا وبيسيبها عشان يروح ينام شوية. في نفس الوقت بنشوف الراجل اللي حاول يقتل فرانك وبيكون اسمه ستريت، وبيكون رايح يزور واحد من رجالته في المستشفى وبيسأله مين اللي عمل فيكم كده، فبيرد عليه وبيقوله إن السواق ما ماتش من القنبلة وهو اللي عمل فيهم كده. بيصحى فرانك تاني يوم وبيتفاجئ إن لي بتكون بتحضر له الفطار وقتها، وبيقعد يفطر فرانك وبيكون مستغرب إنها بتعمل كده، وبيتفاجئ فرانك بتركوني اللي جاي يزوره وبيشوف لي عنده في البيت. ولما بيسأل تركوني عن لي بيقوله فرانك إنها الطباخة الجديدة بتاعته لأنه وحيد وما عندوش حد يطبخ له، وبيسأله تركوني عن العربية بتاعته وبيقوله ليه مش موجودة بره، فبيقوله فرانك إن عربيته اتسرقت امبارح وكان رايح دلوقتي يبلغ الشرطة، وتركوني بيقوله إن عربيته انفجرت امبارح قدام مطعم وكان فيها جثتين لشخصين من ضباط الشرطة، بس فرانك بيعمل نفسه ما يعرفش حاجة عن الموضوع ده، وتركوني بيقوله إنه مصدقه بس عايزه النهاردة يجي هو ولي لمكتبه عشان يعملوا محضر السرقة، وكمان عايز يسألهم هما الاتنين شوية أسئلة، فبيوافق فرانك وبيقوله إنه هيجيله. وبعد ما بيمشي تركوني بيحس فرانك إن في حاجة غلط، وفجأة بيرمي ستريت ورجالته صاروخ على بيت فرانك وبيفضلوا يضربوا نار على بيت فرانك وهو جوه، لكن فرانك ولي بينجوا بأعجوبة لأنه بيكون أخد لي للسرداب بسرعة، ومن السرداب بينزلوا للمجاري وبيهربوا من المية من غير ما حد ما يشوفهم، وبعد عوم كتير بيخرجوا من المكان ده. وبيروح فرانك ولي اسم الشرطة عشان يقابلوا تركوني اللي بيكون شاف بيت فرانك وهو بيتدمر، وبيبدأ يسأل فرانك ولي عن اللي حصل، فبيقول له فرانك ان هو ولي خرجوا عشان يعوموا شوية ولما رجعوا البيت لقوه متدمر. في الوقت ده بيطلب رئيس تركوني منه انه يروح له، فبيسيبهم تركوني لوحدهم وبيخرج عشان يكلم الرئيس بتاعه، وبتروح لي لكمبيوتر تركوني وبتفضل تدور على اسم رئيس العصابة اللي بيطاردهم لحد ما بيلاقوا كل المعلومات عنه وبيعرفوا ان اسمه ستريت. ولما بيرجع تركوني مكتبه بيلاقي لي قاعدة جنب فرانك وكأن مفيش حاجة حصلت، فبيسيبهم يمشوا بعدها، بس لما بيفتح الكمبيوتر بيعرف انهم استخدموه هو مش هنا، وبيعرف كمان انهم بحثوا عن شخص اسمه ستريت. بعدها لي بتطلب من فرانك يجي معاها عشان يروحوا لستريت، لكن فرانك ساعتها بيرفض وبيقول لها انهم كده بيعرضوا نفسهم للخطر ولو راحوا ممكن يموتوا، فبتقول له لي ان في سفينة النهاردة هتتحرك فيها 400 شخص مخطوفين،
وإن ال400 شخص دول هيتحولوا لعبيد وهيتعذبوا، وإن أبوها وإخواتها من ضمن المخطوفين دول وهي عايزاه يساعدها عشان ينقذوهم، والشخص الوحيد اللي هيقدر يدلهم على السفينة دي هو ستريت. فبيوافق فرانك وبيقرر يساعدها عشان تنقذ أهلها وباقي المخطوفين. ولما ستريت بيكون داخل مكتبه بيتفاجئ بفرانك ولي هناك، ولي بتروح تدور في الملفات على السفينة، وبيقول ستريت للي إن أبوها جاي المكتب دلوقتي وهو اللي هيحاسبها. فبيتصدم فرانك لأن هي قالت له إن أبوها مخطوف مع الناس على السفينة، بس ستريت بيقول له إنها بتكذب عليه. وفجأة بترفع لي المسدس على فرانك، وفي اللحظة دي بيدخل شخص اسمه كواي، وده بيكون أبو لي وشريك ستريت في تجارته في البشر. وبيفضل كواي يهدد لي عشان تنزل المسدس، ولما بتنزل المسدس كواي بيؤمر رجالته إنهم يخلصوا على فرانك، بس بيقفوا في آخر لحظة لما بيعرفوا إن تاركوني طالع المكتب دلوقتي عشان يحقق مع ستريت ويعرف إيه علاقته بفرانك ولي. فستريت بيؤمر واحد من رجالته يضرب فرانك ويخليه يفقد الوعي. ولما بيدخل تاركوني مكتب ستريت، كواي بيطلب من تاركوني يقبض على فرانك عشان كان خاطف لي، وانه كان جاي ومعاه لي عشان يبتزهم وياخد منهم فلوس، بس هم اتصرفوا معاه. فبيقبض تاركوني على فرانك وبياخده وبيمشي، بس تاركوني بيكون شاكك ان في حاجة غلط. ولما بيفوق فرانك بيلاقي نفسه في القسم، وبيحكي له تاركوني عن كل حاجة، وفرانك بيقول له على الناس المخطوفة على السفينة، وبيطلب من تاركوني يسيبه عشان يقدر ينقذ الناس المخطوفة دي. وبيقول فرانك لتاركوني انه لو سابه هيقدر ينقذ الناس دي بسرعة، لكن الشرطة لسه هتاخد وقت كتير. وبيوافق تاركوني ساعتها، وبيمثلوا ان فرانك خده رهينة عشان يهرب من القسم. وبيقدر يهرب فرانك من القسم من غير ما حد ما يعمل له حاجة، وبياخد مركب صغيرة فيها أسلحة وبيروح لمكان السفينة. ولما بيوصل بيبدأ يخلص على رجالة ستريت وكواي كلهم. ولما ستريت وكواي بيعرفوا انه موجود بيغيروا خطتهم، وبيتحركوا بعربيتين كبار بيكون فيها الحاويات، وحواليهم عربيات ستريت وكواي ورجالتهم اللي بيحموهم. وبيفضل فرانك يضرب على رجالة ستريت وكواي عشان يخلص عليهم، وبعدها بيركب عربية وبيروح وراهم عشان يلحقهم، لكن عربيته بتتعطل في الطريق. وبالصدفة بيشوف طيارة صغيرة بتاعة مزارع، وبيجري على الطيارة وبيفضل يهدد المزارع ده لحد ما بيوصلوا لكواي وستريت والعربيات بتاعتهم. ولما بيوصل فرانك بينط من الطيارة وبينزل على عربية من عربيات الحاويات، وبيرمي فرانك المظلة اللي كانت معاه على العربية اللي فيها رجالتهم، وبيعملوا حادثة والعربية بتتقلب وبيخلص عليهم. وبيركب فرانك العربية اللي نزل عليها وبيضرب السواق وبيوقعه من العربية، بس بيتفاجئ فرانك ان ستريت ركب نفس العربية اللي موجود فيها، وبيفضلوا يضربوا بعض هما الاتنين. وبعد قتال طويل بيقدر فرانك انه يوقع ستريت من العربية وبيخلص عليه. ولما بيركن فرانك العربية بيتفاجئ ان كواي بيرفع عليه المسدس، وبيضطر فرانك يسمع كلامه وبيفضل يمشي مع كواي في الاتجاه اللي بيقوله عليه لحد ما بيخليه كواي يقف على جبل. وقبل ما يقتل فرانك بثواني بيتضرب بالنار في ظهره. ولما بيبص كواي عشان يشوف مين اللي ضربه بيلاقيها لي بنته، وبيموت كواي وبتنهار لي عشان هي السبب في موت ابوها. وبيحضنها فرانك وبيفضل يهديها. وفي اللحظة دي بيوصل تاركوني والشرطة وبيحرروا كل الناس المخطوفين، وبيخلص فيلمنا وبيكون قدر فرانك ينقذ الناس المخطوفة من الاستعباد اللي هم فيه.